السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. وياكم سجاد، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. ان شاء الله الفيديو يكون خير. اليوم تركت وظيفتين. اوكي، جاني فرصتين عمل. الوظيفة الأولى كانت إنه أشتغل مجهز طلبات. أما الوظيفة الثانية شنو؟ الوظيفة الأولى أشتغل مجهز طلبات على الكنترول، أوقف بمطعم ويجيني الأوردر من الكاشير، وأنا أحاول أجيب الصينية وأخلي بها الطلب، مثلا ريزو كذا وكذا وكذا، وأنطي الصينية للويتر، والويتر يوديها للطاولة. الوظيفة الثانية طويلين العمر بمطعم زين، يعني باسم المحشي كان هم أشتغل مجهز الطلبات، مثلا مجهز طلبات الدليفري وهذول السوالف. يجون يستلمون مني الطلب، أخلي مقبلات. والمطعم الأول مطعم الواحة. في الحالتين يا ولد، أنا ليش رفضت العمل؟ ليش محاولت أشتغل؟ أوكي، نيجي. أنت لحد إمتى راح تظل مثلا بتسوي لك أوردرات؟ لحد إمتى راح تظل تسوي طلب كامل؟ لحد إمتى راح تحافظ على نظافة المكان؟ لحد إمتى راح تسوي كل هاي السوالف وينطوك مبلغ بسيط، يعني 20,000 إلى 25,000 يوميتك؟ خب المطعم الثاني من 9 الصبح لحد 12 بالليل، وزيادة على هذا بعيد. يعني الفلوس اللي أنا أخذها هخليها على الطريق. أما المطعم الأول قريب، والفلوس مالتها يعني فقط ما الواحد يريد يمشي يومه، ووصل ما يعني حتبقى من 10 الصبح لحد 10 بالليل، اللي هو أحلى الأوقات من حياة الإنسان، هو من الصبح والليل. راح تنام اليوم الثاني أنت مكسور، أنت متكسر، أنت حتروح للعمل. طبعا أنا استفدت؟ وين الفائدة بالموضوع؟ أوكي، أنت اشتغلت مجهز أوردرات، إيش كسبت؟ راح تقول لي يا سجاد يمكن الله يوفقك يعني، وتزداد وتفتح لك مطعم وكذا. أدري فتح مطعم أي واحد هسه يجيب إنسان يقدر يفتح مطعم وعنده أوردرات وعنده بدري إيش وعنده كذا وكذا وكذا. بس وين الاستفادة بالموضوع إذا أنت كل يوم ما قاعد تصعد بموهبة معينة؟ شنو مجهز طلبات؟ شنو مساح قاع؟ بين قوسين يا ولد، فكروا بحياتكم، لا تحاولون. يعني إذا أنت عمرك صغير، إذا أنت بعدك ببداية عمرك، يعني أنا صراحة استدركتها من وراء ما عملت هواي أمور. يعني بالأخير أنا دا أشوف يعني أوكي عندي موهبة تصويت وترتيب وكذا وكذا وكذا، بس يا أخي وين الفهم بالموضوع؟ يعني وين الفهم بالموضوع؟ أوكي ما يخاف، اشتغلت بمكان مثلا رتبت غراض، صفطت غراض، وسويت كل هاي السوالف، سويت كل الأمور، ولكن الموضوع أنت من تجي. طب وين الفائدة؟ شنو الموهبة اللي اكتسبتها؟ شنو الموهبة الخدمة اللي تقدمها للعالم يوم من الأيام، أو مثلا مو يوم من الأيام، شنو الخدمة اللي راح تقدمها مثلا؟ حتزداد، حتكون جميل، يعني حتظهر بصورة حسنة، بين قوسين حتظهر بصورة حسنة. طب وينها؟ أنا ما قاعد أشوف شيء. يا الغوالي فكرت هواي بهذا الشيء، وصراحة طالع اليوم الفيديو أقول أبدا لا تحاولوا تشتغلون وظيفة. أنت يوم من الأيام إذا طلعتوا، إذا بطلتوا، حيتعوض واحد بداركم. اشتغلوا وظيفة، اكسبوا منها أجر، حتى لو أجر قليل، بس زيدوا موهبة معينة، حتى يوم من الأيام إذا أنتوا طلعتوا تأثرون بالمكان اللي أنتوا طلعتوا منه. مو أنت طلعت وراح يجيبون واحد يحطونه بدالك، هاي الشغل حيبقى يمشي. لا 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 لا، هذا كلش غلط، والله العظيم كلش غلط. يا أخي اشتغلوا في شغل بحيث ما تتركون المكان، تأثرون بالمكان اللي أنتوا طلعتوا منه، لأن أنت ماكو بيه.
صير ذو قيمة. خلي يكون عندك حرفيا موهبة يا أخي ذو قيمة بين قوسين. يعني أنا ما أدري إيش أسولف أكثر من هاي، بس حاولوا يعني تكون موهبة معينة وتصحدوها. والله يعني اليوم مع العلم إني لازم أروح أعمل، لأن أنا حاليا مسافر ولازم أروح أعمل، ولازم أنا أدبر أموري، ولازم أنا جيبي يكون مليان. بس والله فكرت بيها هواي، قلت خلي ما أكل أسبوع، أو خلي مثلا إيش يصير، بس أنا ما راح أروح أشتغل مجهز طلبات، وأنا ما راح أروح أعمل كذا وكذا وكذا على مدى مشي أمري لأسبوع معين أو مثلا لأسبوعين. وأتمنى يا ولد ما تغلطوا بهالغلط. والله يعني كلش ظلم. مثلا أنا كنت أشوف قدامي حتى يصير تقليل احترام بالمكان اللي أنت تحمل به هيك أشغال. قول شلون أنت اليوم تشتغل مثلا مجهز طلبات، مثلا أنا طالبي، أو أنا الشغل اللي اشتغلته مثلا ترتيب أو تصفيق، يجي المدير يشوف القاعة وسخ، عمي ليش انت مو واثق منها؟ عمي شو السالفه؟ والله مساحتها يعني مو كل ساعه امسحها عادي. يعني هي الانسان يمسحها مره واحده وهاي يتركها. لا، انا اعطيك راتب. هو ليش قال هيك؟ فهموني ليش قال هيك؟ قال هيك لان باكر عقب باكر راح يجيب واحد بدالك، راح يمسح القاع احسن منك، ومثل ما هو يريد. مشافك 1 2 3 تعارض، قام يريد يطلعك من العمل، اللي شافك ما تفيد، تعارض تفكيرك مو تفكير خلي خلي هذا حرفيا يا ولد غير شغل. ينطوك فلوس، ينطوك اي شيء، ينطوك فلوس اجر معين، تشتغل شغلك وتطلع. إذا كنت محتاج فترة من الفترات مثلا تشتري لك حاجة، تشتري لك إشي معين، هذا الإشي حيساعدك تطور موهبة معينة أو أمر معين أو لمكان تقدر أنت تحب توصلها، فوالله أنا أنصحك تعمل. بس والله العظيم يعني إذا شفت هيك مكان كل ساعة يجي المدير يصيح عليك، كل ساعة يجي المدير يوترك ما يخليك تشتغل، لا والله يا ولد، يعني هنا اكو غلط، والغلط هو المدير. فيا ولد بالنهاية حاول يكون عندكم فد شي، صيروا ذو قيمة، من تطلعون من المكان تأثرون على كل المكان بين قوسين. كان معكم سجاد من قناة ديفيو، دمتم سالمين وفي أمان الله، رعاكم الله لكل خير.